السلام، سلامات الشيخ عمر، شو كيف اخبارك؟ حالك؟ إن شاء الله كويس. والله شيخ عمر الحمد لله. الحمد لله، حياك وبياك. كيف حالك؟ والله بنقول يا رب. الحمد يا أخي، كأني طلعت معك صح؟ وصديق عندي على حساب الرسمي الثاني. المشكلة الحساب الرسمي راح، عشان هيك أنا والله. هاي ليش؟ المتابعة هون. طبعا الحساب فيه 2 مليون و400 ألف. كنت والله مسوي صلاة النبي. كنت مسوي بث، فجأة البث تقفل. ومعطيني تم حظر الحساب. فسبحان الله فتحت لقيت مجموعة من الناس، الله لا يسامحهم وربنا ينتقم منهم، أبصر مين هم. شو مسويين؟ مبلغين على الفيديوهات اللي ما فيها إشي، يعني فيديوهات إذا أنت بتلاحظ ما فيها شيء، كلها شكر. مثلا بطلع مع أهل الجزائر، مع أهل فلسطين، بشكرهم صح. وعادي. وفيش الفيديوهات القديمة اللي كان فيها يعني بينه وبينه أي واحد، كنت يعني ما أنزلها حتى على صفحتي الرئيسية. فكان كلها شكر. فشو مسويين؟ مش مخلين فيديو مجموعة، طبعا مش واحد واثنين، مش مخلين فيديو إلا مبلغين عنه. فرجعت الصفحة، بس لما رجعتها أعطاني على حسابي الحساب تحذير. طب صلى على النبي. بعدها بدقيقتين، اللهم صل على محمد، بدقيقتين انحضر كل حساب. طب ممتاز. الحين انت بتدخل في الثلاث نقاط في الصفحة هنا. امم في عندك اللي هو تيك توك استوديو. امم هتدخل على تيك توك استوديو، هيجيك هنا كلمة اسمها فحص الحساب. بتدخل على فحص الحساب، بصير يديك إشارة زي هيك، وبفحص الحساب على الفيديوهات اللي بسويها بسويها الفيديوهات اللي تم التبليغ عليها على السريع يعمل لها اخفاء. بس انا بسويها، يعني نفس هذا بسويها. ما المشكله؟ مش عايز احكي لك هسه. انا رديت، يعني سويت له باذن الله كمان بلاغ. هذا بلاغ بسموه بلاغ نهائي، تمام؟ بده 7 ايام. فسويت له هذا البلاغ. اذا رجعت الصفحه بدي امسح كل الفيديوهات عليها، ما اخلي ولا فيديو عليها، عشان ما يقدروا يبلغوا من مره على الحساب. والله العظيم للامانه بصراحه خساره. شو بدي اسوي؟ والله الحمد لله. شو نسوي؟ والله صلاة يعني النبي. يعني انا بصراحه يعني من الناس اللي بتحبك ومن الناس اللي بتأيد انه انت توصل الرساله. سبحان الله، رغم الاعداء الموجودين عندك، ولكن كثره الاعداء هي سبب النجاح كمان في نفس الوقت. يعني زيدوا اعداء، زيدوا قد ما تقدروا، تجمهروا قد ما تقدروا، لانه دائما كلمه الحق لازم تكمل. والله العظيم. صح. انا شوف، تعرف والله مش عشان عدد، تمام؟ والله العدد يعني بالنسبه لي اخر شيء بفكر فيه. 2 مليون 3 مليون اخر شيء، لانه مش شرط العدد. احنا تعرف يعني انا خسرت مثل هالوجوه الطيبه مثلك ومثل اكم من واحد مثلا. يعني خسرنا انه مثلا والله يكونوا معنا في البث، او يأزرونا، او يحضروا الفيديوهات، او مثلا يشوفوا صفحتنا. او كثير من الناس والله كنت اشوف رسائل، والله العظيم رسائل كنت اشوفها. اقول لك يعني كل يوم 1000 رسالة، والله من غير مبالغة، كل يوم 1000 رسالة. كنت أطلع على بعضها، أغلب الناس كانوا يكتبوا لي الله يجزيك الخير، صرنا نصلي، من وراء الفيديوهات اللي بنزلها. والله كنت يعني اشوف يا شباب كثير. حتى في التعليقات كنت أشوف ناس والله صرنا نصلي من وراء الفيديوهات. والله طب أنتوا لما تشوفوا واحد الناس استفادت من هذا المحتوى، صارت تصلي وصارت ترجع إلى الله، يا أخي شو هالأمر اللي بدكم إياه تبلغوا على الصفحة؟ صح. فهذا اللي أنا بخف من عقلي، إنه شو هالنفسية انه بتخلوا تبلغوا على الصفحه. هذا اللي انا مش عارفه لحد الان. والله للامانه بصراحه يعني انا من الناس اللي بتتابعك من اول ما ظهرت بصراحه يعني. وقديش كنت يعني بصراحه الواحد يتمنى يطلع معك، وبيكفي انه انت ابن الاردن، ابن الله يكرمك، الله يرفع قدرك. واحنا اصلا كلنا من بلاد الشام، فبلاد الشام اوطان يعني. صحيح. فيا شيخ بدنا نسالك سؤال الحين. ابشر تفضل. الله يسعدك يا رب ويزيد فضلك. الحين بالنسبه للظروف اللي احنا بنمر فيها طبعا، ففي ناس بصراحه يعني هيك تكالبت عليهم الامر وتكالب عليهم الجوع، ولا مبرر طبعا في موضوع قصه الصيام، لا مبرر يعني، ما فيش عذر. اكيد. ما فيش عذر. هيك اصلا بنصوم احنا واحنا جعانين يعني. بس في ناس تكالب عليها الامر لاطفالها، وطفل صغير مثلا عمره 14 15 سنه او 14، بنيجي احنا بنقول له مثلا انت صوم للعصر. ايش الموقف او ايش الحكم او ايش جميل سؤالك. اولا الصيام يجب على البالغ العاقل الراشد، وحط قوس بين البالغ. يعني متى الرجل يصبح مكلف في العبادات، إن كان في الصوم، إن كان في الصلاة، إن كان في الحج، إن كان مثلا في الزكاة، زكاة الأموال إلى آخره، عندما يبلغ يصير مكلف. يعني بيصير يتحاسب على كل شيء
لم يفعله. الآن العمر 14 سنة أو أقل من ذلك، يعني أغلبهم بيكونوا مش بالغين لسه. فبمجرد نعم البلوغ، حتى أبين للناس حتى يعرف، في بعض الناس مش عارفين شو يعني كلمة بلوغ. البلوغ للرجل هو نزول المني، سامحوني بهذه الكلمة ما حدا يزعل مني، لكن هو تبيين، هو علم وتبيين للناس. يعني نزول المني للرجل هو يدل على بلوغه، أما المرأة نزول لها الدورة الشهرية يدل على بلوغها. هذا البلوغ للمرأة وهذا البلوغ للرجل. فإذا وصل هاي المرحلتين بالرجل والمرأة أصبح مكلف في كل شيء. الآن 14 سنة أو أقل من ذلك، يعني أغلبهم ما بيكونوا بالغين، وأنت بتعرف يعني خاصة في زماننا أغلبهم مرات ما بيكونوا بالغين 14 سنة إلا من رحم الله طبعا. أنا بقدرش أشد عليه والله يا شيخ، بقول له للعصر للظهر. فالصغار مثل هؤلاء يعني تشدش عليهم، يعني حاول بإذن الله قدر المستطاع. وإذا ما أنت شفتوا يعني الله يعينكم، ترى اللي فيكم زي ما يقولوا مكفيكم، يعني الله يعينكم. يا جوب الواحد يلاقي هالوجبة الأكل، أقول لك يطعميها لعياله هو بدوش يأكل، يعني يا دوب يطعميها لأولاده. فالله يكون معكم وينصركم ويثبتكم ويجعلنا الله من الذين ينصرونكم يا رب. ربنا يعوض عليك. الحين يا شيخ السؤال الثاني، بدنا نطول عليك كمان دقيقة. لا عادي احكي لي. الحين أنا بالصلاة على النبي إلي تقريبا حوالي 20 سنة في مجال الطبيخ وبطبخ، وعندي تكيات عامل هنا في رفح صلاة النبي وفي غزة على مدار 7 سنين. بنحكيش من 2 يعني، نحن في خدمة أهلنا وأخواتنا في غزة وبنعزز صمودهم. فالحين الطبيخ في شهر رمضان يعني لازم أذوق الأكل، مش ذوق يعني بقدر أذوق الملح، لأنه ما ينفعش تطبخ للناس أكل ملح وزيادة حاجة زي هيك. إيش موقف في الحاجات اللي زي هيك؟ أذوق ما أذوقش؟ هسا في بعض الطباخين كمان يعني ما شاء الله عليهم كايدهم بتلاقيها مسطره في القصص هاي. في هاي الامور يعني بفضل الله الوالده انا عندي رشه الملح من غير ما تذوق، يعني بتلاقيها معايره. ففي ناس نعم في ناس ما شاء الله عليهم بيعايروا، يعني بمجرد انه يرش الملح والها يعاير. الان تذوق الطعام الذي اجازه من اهل العلم اهم شيء ما يدخل الى الحلق، يعني الذي يريد أن يتذوق بطرف اللسان فقط، أما إذا دخل إلى الحلق فهو مفطر للآخر، لأنه أهل العلم هنا أجازوا تذوق الطعام بطرف اللسان. وفي أهل العلم قالوا إذا خشي أيضا أن يتذوق الطعام ويدخله إلى الحلق لم يجز له ذلك. وبعض أهل العلم لم يجيز ذلك خشية على أن يدخل الطعام داخل الحلق. بس أنا بالنسبة لي للأحوط والأفضل والأكمل ابتعد، لأنه الواحد ما بيعرف شو بيصير معه، ويمكن يحط شوية الملح ويدخلها الحلقة. بقدرش والله يا شيخ، لأنه مش قادر ابتعد، لأنه أنت بتطبخ مش قدر ولا قدرين، بتطبخ وبتمكن حالك وبتعمل وبتسوي. فبتصير يوم من الأيام صادفتني المشكلة هذه، نسينا نحط ملح زيادة أو إنه بكون الأكل مالح زيادة، فحرام إنه على الناس الصايمة تقدم لهم إشي، فبتحس إنه بنحرج الواحد في الآخر. انت حاول شو تسوي؟ حاول انك تقدر تقدير نفس اللي بتحطه، تحط الكميه هي هيك بيسووا. في ناس مثلا بيطبخوا، خلينا نحكي طنجره كبيره مثلا بدها 5 كاسات ملح، خلينا نحكي هيك مثلا، خلص هو معيار 5 كاسات زي هيك. حتى الطباخين الشاطرين اللي انت بتعرفهم اصلا بتلاقيهم لحالهم بيعرفوا قديش يرشوا، لحاله بيعرف المعيار صح. فانت حاول انه يعني تصل لهذه المرحله افضل من انه اذا تذوقت فاتت حلقه الطعام. يعني قلت لك يجوز، لكن انتبه انه يدخل الى الحلق، هذا اهم شيء. حب كبير لك يا شيخنا، ربنا يعوضك. ربي يرفع قدرك، اسال الله لك الجنه، اسال الله ان يكون معكم، ينصركم، يثبتكم يا رب العالمين، وتكون اخبار عاجله غير اجله يا رب العالمين لاخواننا في غزه وفلسطين وفي كل مكان، نصر عاجل غير آجل يا رب. الأهم من النصر العاجل نشوفك مكمل، لأنه هذا بحد ذاته اللي أنت بتعمله نصر للنفس قبل أرض الواقع. الله يرفع قدرك، الله يرفع قدرك. وكمل.